بعد ما جبت لك موقع اول لزياده اللايكات بدون اي حسابات وهميه، بعد ردي على اشكاليه توب فولو، بعد كمان ما شرحت لك الموقع الثالث اللي برضو بيكون مجاني وفي نفس الوقت برضو ما بيحصلكش الحساب، زاد عدد المتابعين، زاد عدد اللايكات، وفي نفس الوقت برضو في تزايد من 40 ثانيه ومن 20 ثانيه. فالموضوع بيكون مستمر مع تحديثك للصفحه ومع تجربتك الاكتر من مره، من انك تنشئ اكتر من حساب وهمي لو الطريقه بحساب وهمي، وتزود اكتر من مره بنفس الحسابات اللي انت بتنشئها من موقع واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاع النهاردة هوضح أول حاجة موقع مجاني بدون أي حسابات وهمية، علشان الناس اللي بتتأزم من موقف إن أنا بشرح طريقة بحساب وهمي، أو إن هم مثلا بيبقوا عندهم حسابات وهمية وبتحظر من قبل برامج قبل كده سجلوا فيها. فالموقع الأول ده بتقدر تسجل منه إعجابات مجانا من كل أول ساعة على مدار اليوم. يعني إيه من كل أول ساعة على مدار اليوم؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو الساعة دلوقتي 8 مساء، لازم تيجي على الساعة 8 بالظبط وتبدأ تعمل أوردر في الموقع الأول، لأن الموقع الأول بيعتمد على 100 اعجاب من كل اول ساعه. يعني ما ينفعش تيجي 8 و5 9 و5 تيجي تقول له مثلا خد اليو ار ال واعمل لي اوردر، مش هيقبل، وهيجي يقول لك استنى مع الطلبيه للساعه الثانيه اللي هي المفروض من 8 مثلا ل 9، فيقول لك تعالى الساعه 9 9 ودقيقه بالكتير علشان تقدر ان انت تحصل او تكون مع الناس اللي بتطلب عدد الطلبات اللي موجوده على الموقع المجاني اللي بدون حساب وهمي. بالنسبه لتاني اشكاليه هتكلم فيها وهو بتطبيق توب فولو، النسخه اللي ما بتشتغلش، اللي مش عارف يجمع نقاط، اللي مش عارف يعمل حساب غير اساسي، اللي مش عارف يظبط السيتنجز بتاعه التطبيق ان هو ازاي مثلا يجمع وايه الوقت ما بين كل متابعه والتانيه. كل ده انا هتكلم عنه برضو في الفيديو بجانب الموقع او التطبيق اللي انا جايبه النهارده. الحاجه الاخيره اللي انا جايبها تقدر تزود مشاهدات على الستوري، متابعين متفاعلين اجانب طبعا، عشان احنا ما بنزودش عرب مجانا، الموضوع بيكون صعب جدا ومكلف جدا. وباذن الله في الفتره اللي جايه هبدا ان انا اتكلم عن فولورز عرب، انك ازاي تجمعهم كمان بدون حساب وهمي، ولكن الفترة اللي جاية ان شاء الله بعد الفيديو ده. لكن دلوقتي هنتكلم عن انك ازاي تحصل متابعين اجانب. في نفس الوقت برضو تقدر ان انت تزود التعليقات على المنشورات المخصصة بتعليقات مخصصة على المنشور اللي انت حابب تزود له باليو ار ال بتاعك. صلى على النبي واذكر الله عشان ربنا يبارك لنا في اللي احنا بنعمله. لو نزلت في قسم التعليقات اللي تحت هتلاقي كده رابط سايبهولك في اول حاجة، اضغط عليه هيوديك مباشرة على دردشة على الواتساب، تسأل عن العروض والاسعار للمنصات اللي انت محتاجها، ايا كان بقى انستجرام، تيك توك، فيسبوك، عرب او اجانب او حتى مصريين. كل ده هتلاقيه من خلال الواتساب، او لو ما كانش عندك واتساب ده معرف بتاعهم على التليجرام، تقدر تتواصل معاهم او تتواصلي معاهم، وموجودين على مدار ال 24 ساعه على طول يردوا عليك في اي وقت. اول حاجه هندخل عليها وهو الموقع الاول اللي بيدعم لينا عدد الاعجابات المجانيه اللي بدون حساب وهمي واللي بتبدا في اول كل ساعه. اولا هيقول لك هنا 100 اعجاب هنالك او هناك حد للساعه، اللي هو كل ساعه مثلا كل ساعه ودقيقه. بعد كده هيقول لك ايه زي ما هيقول لي دلوقتي انه ما ينفعش انك تطلب الاوردر. خليني اضغط على انا لست برنامج روبوت علشان ابدا ان انا اسجل معاه. وهنا بيقول لك ادخل رابطا للصوره، انه انا ادخل يو ار ال او كوبي لينك من خلال الانستجرام واعمل بيست لينك على الموقع ده. ابدا ان انا مثلا اشوف الصوره دي على سبيل المثال، واجي هنا على العلامه اللي هي جنب الكومنتات واضغط على نسخ الرابط. هيقول لي هنا تم نسخ الرابط، هروح على طول على الموقع اللي من خلاله وابدا ان انا الصق، اللي هو يعني اعمل بيست لليو ار ال اللي انا نسخته على المكان ده، واضغط تحت كده. هو الموقع الروسي لما نيجي نترجمه هيقول لك تم الوصول الى الحد الاقصى لعدد الطلبات بالساعه 500 طلب. يعني لما يتم 500 طلب بيرفضوا الاوردر بتاعك. طب بيقبلوا امتى يا بيدو؟ بيقبلوا لما انت تكون مثلا الساعه 6 ودقيقه ودقيقتين بالكتير. طبعا دلوقتي الساعه 8 و10 فبالتالي عدت الساعه. فجرب الموقع الاول وقول لي رايك برضو وشوف الوضع ايه. تمام. دي طريقه ثانويه انا بتكلم عنها بحيث ان الناس اللي عايزه تزود اعجابات بموقع فرعي تقدر ان هي تستخدم الموقع ده بكل سهوله ومفيش اي مشكله هتواجههم ان شاء الله. الموقع التاني والاشكاليه التانيه او التطبيق اللي هو اسمه توب فولو، اللي انتوا كل شويه يجي لي مسجات عليه والانستجرام الازر مليان يا بيدو، مش عارفين نجمع، مش عارفين ان احنا نظبط مثلا ما بين كل متابعه والتانيه كام ثانيه. الكلام ده كله باذن الله هحله لك النهارده. مبدئيا انت هتخش على توب فولو، وانا طبعا وريتك النسخه كام عشان بس تبقى فاهم انا بستخدم اخر اصدار ومش مهكر ولا اي حاجه، تطبيق هو الاصلي 100%. هنخشه كده، اولا هندوس على كلمه السيتنجز وتعمل نفس السيتنجز اللي انا مستخدمها، يعني تعمل نفس البيانات اللي انا مستخدمها. هنا بيقول لك الفروم والتو. الفروم من 5 ثواني، يعني 1 2 3 4 5، وبعد كده يعمل فولو، وبعد 10 ثواني 1 2 3 4 5 الى 10 ويعمل متابعه، وهكذا ويعيد 5 لحد ما يجمع. تمام.
طيب، وهنا من خلال العلامه دي بتبدا ان انت تعلم عليها، علشان لو عايز تضيف اكتر من حساب بتضيف اكتر من حساب، وبتبدا تجمع بالشكل ده كده للحسابات اللي انت عايزها تجمع، وبتبدا تدوس على انتي بان معاهم، وكمان بتجمع عن طريق الاعجابات. دي الحاجه اللي انا بدعمها ليك، بحيث ان انت تكون مستمر في التجميع، وفي نفس الوقت برضو ما يحظرش معاك التطبيق الحساب بتاعك الوهمي، ويكون شغال لتطبيقات اخرى ولنفس التطبيق كمان. علشان تقدر تحصل اكتر من ده، تقدر برضو تشوف كيفيه انشاء حسابات وهميه عن طريق ايه؟ عن طريق استنساخ، انك بتعمل اكتر من 10 تطبيقات منفصلين عن بعض لتطبيق الانستجرام. يعني اكنك معاك 10 كده مثلا موبايلات، مثلا كل موبايل بيبقى فيه تطبيق مختلف عن الموبايل التاني، وتقدر تعمل حسابات تانية وتحذف كمان العاشر، مثلا يبقى معاك 9 وتعمل واحد كمان، يبقى انت كده معاك 11 حساب. جربها وقول لي رايك. ده بالنسبه لاول اشكاليه اللي هي التوب فولو. طيب، مبدئيا بقى انت بقى بتجمع زي ما انت شايف كده، عندك 48 نقطه. هجمع لك لحد ال100 برضه عشان تبقى فاهم ان الموضوع ممتاز جدا. زي ما انت شايف كده انا جمعت 50، فابدا ان انا اجمع كده بعد ما اسيبه بيس، وهقفل الفيديو وافتحه تاني هلاقي ان انا جمعت 100. تمام، بقى تجمع لحد ال 160 200 300. الافضل انك تجمع من 160 وتزود العدد، وبعد كده ترجع تاني تعيد نفس الكره من تاني، وتبدا تجمع ال 160 وتخلصهم وتعيد من تاني، وهكذا. دي الحاجه والطريقه اللي تمشي عليها علشان ما يحظرش منك الحساب. تمام، ده بالنسبه للتطبيق والاشكاليه اللي كانت عليه. كل حاجه هسيبها لك في رابط مباشر في اول كومنت مسبب. ده الموقع اللي انا هتكلم عنه، واللي كمان اتكلمت عن انشاء حساباته الوهميه في فيديو فات. خليني بس اقول لك ازاي ان انت تستخدم التطبيق بتاع الاستنساخ. اولا انا اللي هو طريقه الحسابات الوهميه. انا هنا دخلت على التطبيق اللي هو بتاع الاستنساخات، اللي انا انسخت فيه اكتر من تطبيق او اكتر من جهاز، وعملت حساب. ودي تقدر تشوفها من علامه الاي اللي هتشوفها في اخر الفيديو، او في علامه الاي دلوقتي حالا اللي ظهرت لك. بتسجل بقى بالحساب اللي انت عملته عبر الطريقه في الموقع ده. الموقع بيديك خدمات كتير جدا، خليني اوضحها لك. اولا هنا بيقول لك انت ليك عدد نقاط وليست عدد متابعين او عدد اعضاء من الموقع. اولا هنا بيقول لك 200 نقطه لعدد مثلا المتابعين، 500 لعدد المشاهده، عدد مثلا 100 لمشاهده الستوري. فانت بقى بتحدد الخدمه او الميزه اللي انت عايز تختارها، وتبدا على اساسها تحدد مثلا اليو ار ال اللي انت عايز تزوده بشكل مخصص. تمام، انا مثلا على سبيل المثال اختار اسم المستخدم اللي هو اسم المستخدم فيديو اندرسكور حسن زيرو، وده اسم حسابي على الانستجرام الرسمي. تقدر تعملي فولو عليه مفيش مشاكل. وهنا بتبدا بقى تحط عدد النقاط المتوفره داخل الموقع او داخل التطبيق. انا مثلا هحط 99، لان ايا كان او ايا يكن العدد اللي هتكتبه هو هيسحب منك عدد النقاط كاملا، وهو بيبعت لك من 60 ل 65 فولو. تمام، بعد كده بتنتظر العدد. خليني بقى ادخل على الانستجرام بعد ما جبت لك موقع اول لزياده اللايكات بدون اي حسابات وهميه، بعد ردي على اشكاليه توب فولو، بعد كمان ما شرحت لك الموقع الثالث اللي برضو بيكون مجاني، وفي نفس الوقت برضو ما بيحصلكش الحساب. زاد عدد المتابعين، زاد عدد اللايكات، وفي نفس الوقت برضو في تزايد من 40 ثانيه ومن 20 ثانيه. فالموضوع بيكون مستمر مع تحديثك للصفحه ومع تجربتك الاكتر من مره، من انك تنشئ اكتر من حساب وهمي لو الطريقه بحساب وهمي، وتزود اكتر من مره بنفس الحسابات اللي انت بتنشئها من موقع واحد. دي كانت طريقه النهارده، وده كان اشكاليه النهارده. في نفس الوقت برضو لو كان في ناس بتسأل عن ان ازاي ازود مثلا مشاهدات الستوري، هبدأ انزل تحت كده هتلاقي باللغة التركية، هترجم بس الصفحة. وهنا بيقول لك ارسال وجهات النظر. يعني ايه؟ يعني ارسال مشاهدات الستوري. هنا هحط مثلا 10 كتيست عشان بس اجرب لك، وهنخشه على انستجرام بعد ما زودنا مشاهدات الستوري. هخش كده على المشاهدات اللي على الستوري، هلاقي عندي عدد مشاهدات ستوري. طب الناس دي حقيقية؟ طب الناس دي اصلا حساباتها موثوقة فعلا تقدر تتفاعل بعد كده؟ هنخش على حساب منهم مثلا، خلينا كده نخش على حساب منهم. زي ما انت شايف الحساب منزل صور، منزل ريل وريلز كتير جدا اهو. فالوضع تمام ومطمئن لحد كده. حابب انك تجرب او تجربي طريقة النهاردة، ولو في اي مشكلة انستجرام موجود في اول كومنت مثبت. شكرا جدا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.